أسعد الله مساكم متابعينا الكرام، الله يحييكم. عندنا الفورد تورس 2026 الفيس ليفت الجديد في حاجتين أغلبكم ممكن تكون مزعجة بالنسبة له. أول ما تدخل أو تشتري سيارة أصفار تجيك لغة العداد، لغة الشاشة الأمامية طبعا تجيك إنجليزي. الشيء الثاني أغلبكم يعاني من مشكلة الإضاءات المحيطية، تجيك شغالة قدام في الباب اليسار أو على الكونسول الوسطي، اللي في القدام ما تكون واضحة. راح أحل لكم المشكلة اليوم، تابع من المقطع للنهاية. بداية في اللغة تدخل على هنا اللي خاصة باللغة، إعدادات السيارة، تدخل على سيتنج، تدخل على الوضعية، الاختيار هذا اللي هو جنرال، تضغط عليه، يجيك هنا اللي هو حل مشكلة اللغة، يتحول للعربية، يغير على طول من نفسه. اللغة مضغوطة على العربية. الحين تم تغيير اللغة للعربية. هذه بالنسبة لمشكلة اللغة. الحاجة الثانية اللي هو موضوع الإضاءات المحيطية. أول ما تدخل على الصفحة الرئيسية يجيك هنا الإضاءة المحيطية جاهز. الحين يطلع لك اللي هو الإضاءات، شوف تشتغل معك بالكامل، تقدر تحدد ترفع تزود الإضاءة. شوف هنا عندنا اللون، تغير معك على اللون اللي تبغى. يشتغل كمان في كامل الأبواب، يشتغل عندك هنا من تحت برضه في الأبواب الجانبية، لأنه أكثر شيء يكون شغال في اللي يبين معك الإضاءة صح. وعندك اللي هو ميزة إنه تزيد الإضاءة وتنقصها. عندك الأصفر، عندك اللون الثاني الأزرق، هذا اللون البنفسجي. هذه أكثر حاجتين مشكلتين أغلب الناس اللي يطلع السيارة من عندنا يستفسر من هذه الأشياء، يقول السيارة هذه يا أخي فيها مشكلة. فيه موضوعها بسيط جدا، إعدادات عن طريق الشاشة.